كنت بصور فيديو على التيك توك علشان خاطر ان التيك توك بيحط ميك اب او بيحط فلتر او كده، فقلت بدل ما انا اقوم احط ميك اب يعني. وبعد يعني تقريبا الفيديو كان حوالي 8 دقايق مثلا. وبعد ما خلصته بدوس علشان احطه في الدرافت وابدا اديت بقى وبتاع، لقيت الابليكيشن قفل. فبجد حرفيا فقدت الشغف ان انا اصور الفيديو اصلا، اللي هو بجد ليه بتعمل معايا كده؟ ليه بتعمل معايا كده يا اخي؟ بجد. المهم يا جماعه، انا كنت يعني والله العظيم بصور فيديو عن موضوع مهم قوي، فاعيده من الاول بقى، كلاكيت يا ابني من الاول. الموضوع بقى وهو ان فكرة ان انا اكتشفت ان انا ما فقدتش الشغف، هو انا فقدت الهدف. يعني ايه؟ والله العظيم مش بهزر بجد، بس اسمعوني لحد الاخر وانتوا هتفهموا. واحتمال ان يكون في حد في نفس الدوامة اللي انا فيها دي، فعلشان كده ممكن يبقى الفيديو مفيد، فخلينا نرغي شوية مع بعض. اول حاجة، انا ليه الفترة اللي فاتت فقدت الشغف، والفترة اللي قبليها كان عندي طاقة كبيرة قوي؟ ده الحاجة اللي انا كنت بفكر فيها. فانا كان عندي طاقة كبيرة قوي لان انا بعد ما انفصلت في شهر 12 اللي فات، كان لازم اعمل حاجة تخليني ان انا مشغولة علشان اعرف ان انا اخرج من الحالة اللي هي العاطفية الامورة دي. فركزت قوي في شغلي، تمام، وكان عندي اهداف صغيرة. الاهداف دي كنت قادرة ان انا احققها واحد ورا التاني. يعني فكرة ان انا كنت بقالي سنة مثلا في شركة ما طلعتش توب امبلوي خالص، فقررت ان انا اركز في شغلي، والحمد لله طلعت مثلا اول حاجة توب باي ويكلي، اللي هو احسن موظفة على مدار اسبوعين. فبعديها الهدف اللي بعده كان ان انا اطلع على الشهر، فقدرت ان انا اعملها. بعد كده على الكوارتر اللي هو على مدار 3 شهور، فطلعتها. بعد كده اخر حاجة واكبر حاجة وصلت لها في الشركة كانت ان انا كنت توب annual employee، اللي هو انا كنت احسن موظفة على مدار السنة، احسن موظفة في الاكونت اللي انا شغالة فيه يعني. فالفكرة ان بعد ما انا وصلت لده، خلاص بقى انا ما كانش عندي حاجة تانية اعملها، وكان النكست ستيب ان انا اترقى. ولان الترقية هي مش حاجة سهلة وبسيطة قوي كده، وان انا محتاجة اكون برضو شغالة على نفسي، ومحتاجة ان يكون في اصلا opportunity. يعني الفكرة ان احنا الاكونت بتاعنا الكلاينت بخيل شويتين، ففكرة ان انا اترقى او ان يكون في حد هياخد نكست ستيب دي حاجة مش بتحصل بالسرعة او بسهولة. فده اللي خلاني ان انا بدأت افقد الشغف حبة ورا حبة، ان انا ستيل شغالة، ستيل بحاول البرفورمانس بتاعي يكون احسن حاجة. عرفت ان انا اعمل نفسي كاركتر مختلف في التيم بتاعي، الناس كلها بقت تثق فيا، الناس كلها بتسألني، انا بسبورت بعمل حاجات كتير. بس الفكرة ان خلاص انا ما بقاش عندي هدف تاني عايزة اوصل له او عارفة اوصل له. فعشان كده بدأت ان انا افقد الشغف شوية بشوية. برضو من ضمن الحاجات اللي انا عملتها ان انا كنت باخد كورس انجليش، بس الفكرة ان انا مش محتاجة انجليش اعلى من كده في شغلي، فعشان كده خلاص برضو فقدت الشغف لاني ما بقاش عندي هدف. هتعلم انجليش ليه؟ انا عارفة طبعا ان انا اكون بحسن الانجليش بتاعي، دي حاجة كده كده هتفيدني ايا كان هو في ايه، بس انا كأمنية محتاجة ان انا اكون شايفة حاجة قدامي، حاجة انا رايحة لها حتى لو بعيدة، بس حاجة انا رايحة لها علشان خاطر اعمل الحاجة دي. انا مش من الناس اللي بتعرف ترمي مجهود على ولا حاجة. موضوع الفيديوز يمكن ده الحاجة الوحيدة اللي انا بعملها بحط فيها مجهود وانا مش عارفة هو هيوصلني على ايه. فدي الحاجة الوحيدة اللي انا فعلا بعملها من غير ما اكون عارفة هي ايه الهدف اللي انا عايزة يعني انا عارفة الهدف اللي عايزة اوصله، بس الهدف ده بعيد، بعيد قوي. ان انا اكون بلوجر وعندي ناس كتير وبتسمعني، وان انا اكون ترينر ولايف كوتش والحاجات دي لسه قدامها كتير قوي. فده مش هدف صغير ومش هدف بسيط، فعشان كده مش يعني مش برمي في الارض المجهود اللي انا بعمله، بس مجهود بيتخزن لبعيد قوي، فستيل مش حاجة بتخليني ان انا اعمل ريتشارج للطاقة بتاعتي. فاهمين انا عايزة اقول ايه؟ يعني اللي انا عايزة اقوله ان احنا لما بنعمل اهداف صغيرة لنفسنا، لما بنحقق الهدف ده في فترة زمنية صغيرة، الهدف ده بيرجع يدينا طاقة تانية ان احنا نكمل الهدف اللي بعده. فالفكرة ان احنا طول ما احنا ماشيين مفيش اي اهداف بتتحقق، مفيش اي حاجة بتتحقق، فاحنا ما عندناش الطاقة اللي تخلينا ان احنا نكمل، فهنيجي في حتة ونقف. وده اللي حصل معايا بالظبط. ان انا وقفت علشان خاطر اني ما بقتش حاسه ان في حاجه انا عايزه احققها دلوقتي. واللي عايزه احققه هو ستيل هيتيك تايم اكتر بكتير قوي من اي حاجه فاتت، ومحتاج مجهود ومحتاج شغل مستمر. وانا للاسف ما كانش عندي ده، او مش ما كانش عندي، كنت حاسه ان انا ما عنديش الطاقه اللي تخليني ان انا اكمل. فعلشان كده قررت ان انا محتاجه ارجع تاني اعيد ترتيب اهدافي او الحاجات اللي انا عايزه احققها في حياتي تاني. محتاجة ان انا افضي دماغي مرة تانية، واحاول ان انا اشوف ايه الحاجات الصغيرة او ايه الحاجات الكبيرة اللي انا عايزة احققها، اللي انا ممكن اقسمها لشوية حاجات صغيرة فتخليني ان انا اعرف احققها على
فترات زمنية صغيرة، فاعرف ان انا اريتشارج ماي انرجي مرة تانية. مش عارفة انا وصلت فكرتي ولا لأ، ولا لخبطتكم. بس البوينت ان اللي انا عايزة اقوله ان احنا كتير قوي بيبقى عندنا احلام وطموحات كتير قوي في حياتنا، بس الاحلام دي بتبقى بعيدة قوي قوي، فعشان اوصل لها محتاج سنين. وانا صعب قوي افضل محافظ على طاقتي وشغفي وحماسي لوصولي للهدف ده شهور حتى، مش هقولك سنين. فلازم ان انا اكون مقسم ده على حاجات صغيرة تخليني اعرف اوصل لها، فلما اوصل لها اعرف اقوم واكمل. لان انا كده كاني بحط مؤشرات يا جماعه. يعني اي شركه في الدنيا بتبقى حاطه خطه على مدار على مدار حاجات، يعني كوارترز او زي بيقولوا عليها ايه، مايلستون. ان انا مثلا خلال سنة انا المفروض احقق كذا. فخلال السنة دي انا بحط مايلستونز تانية، ان انا مثلا في كمان 3 شهور اكون حققت كذا، كمان 9 شهور اكون حققت كذا. لان الفكرة ان انا ما ينفعش اقول ان انا عايز اكون احسن شركة في الشرق الاوسط. طب ما هو انا عشان اقدر احس ان انا بقرب للهدف ده محتاج ان انا اكون بحقق مايلستونز او بحقق حاجات جولز اصغر شوية تخليني ان انا احس ان انا بقرب للحاجة دي. نفس فكرة السوشيال ميديا، اللي هو فكرة ان انا عشان اكون مشهورة جدا فانا محتاجة ان عدد الفولورز بتاعي يزيد، فكل ما كان بيزيد كل ما كان ان انا بقرب اكتر من الهدف بتاعي. بس المشكلة مثلا في السوشيال ميديا ان هي مش مقياس. ما علينا. اللي انا عايزه اوصله لكم من الاخر يعني، حاولوا دايما تقسموا اللي انتوا عايزين توصلوا له لحاجات صغيره، علشان الحاجات دي هتحمسكم ان انتوا تكملوا. علشان مفيش حد هيعرف يحافظ على حماسه مهما كان جامد زحليقه لفتره طويله. وعشان كده قررت ان انا هكتب. محتاجه ان انا افضي دماغي. ده ورق فاضي عادي، انا مش هوريكم حاجه، ده ورق فاضي. محتاجة ان انا افضي دماغي على ورق. محتاجة ان انا اشوف كل الحاجات اللي انا عايزة احققها، صغيرة بقى وكبيرة، وكل الحاجات اللي انا ممكن اكون عايزة اوصل لها، واكتبها قدامي. وابدا ان انا اعيد ترتيبها، وابدا ان انا اقسمها لحاجات اصغر فاصغر، عشان اشوف ايه الحاجة الامنية دلوقتي ممكن تقدر تحققها خلال الفترة الصغيرة دي. محتاجة ان انا appreciate myself على السنة اللي فاتت دي مثلا، وكل الحاجات الصغيرة اللي انا قدرت ان انا احققها واشوفها قدام عيني مكتوبة، لان دي حاجة بتفرق قوي برضو. ان انا اكون لمسة. ساعات كتير بنبقى من كتر ما احنا عملنا حاجات كتير بنبقى مش مدركين حتى أهمية الحاجة اللي احنا عملناها. بس لما انا اقعد اكتب ان انا عملت 1 و2 و3 و4 و5 و6 و10 السنة دي، فاحس انه لأ، أمنية ضافت حاجة لنفسها. أمنية كانت هنا ودلوقتي أمنية هنا، في السنة الجاية ان شاء الله أمنية تبقى هنا. ده بالنسبة لي هو ده الكاركتر، او هو ده الشخصية اللي انا عايزة اوصل لها، او اللي انا عايزة دايما اكون محافظة عليها. اللي هو انا بحقق حاجه لنفسي قبل ما يكون لاي حد في الدنيا. مش ضروري ان انا اكون انجح واحده في الكوكب، بس ضروري ان انا اكون ناجحه جوايا، راضيه عن نفسي. بحاول دايما ان انا اكون بشتغل على نفسي. بحاول دايما ان انا اكون محافظه على حماسي، لان الحياه من غير حماس ومن غير شغف بجد وحشه قوي. كسل وحش قوي. ان انت تكون عايش من غير هدف، او من غير ما يكون صاحي الصبح متحمس عشان تحقق حاجة، دي حاجة متعبة ومرهقة نفسيا قوي. فعشان كده حابة ان انا ارجع تاني احط لنفسي اهداف، وارجع تاني شخص متحمس، وارجع تاني بنشر الطاقة الايجابية في الكوكب لكل الناس اللي حواليا ولاي حد على السوشيال ميديا بيتفرج عليا. ونبقى كلنا مبسوطين وكل الناس تبقى كتكوتة وأمورة. روحوا اكتبوا واعملوا شبهي. انا هكتب وهحاول ان انا اتعلم اكتب، لان انا مش بكتب كتير في حياتي. بس الكتابة حاجة مهمة، فخلينا ان احنا نتعلمها سوا ونشوف هتوصلنا لايه. فاستنوا الفيديو اللي جاي لما اكتب واحاول ان انا اقسم اهدافي واجي اشير معاكم الاهداف الجديدة اللي انا محتاجة احققها، ونشوف هنحققها ازاي. بس كده.